السلام عليكم. هذا الفيديو خاص لجزء من السوريين اللي عايشين بالغربة. بتمنى يسمعوا هذا الحكي، والجزء الثاني يفهم هدول ليش هيك عم يساووا. تمام. في جزء كبير موجود بالغربة، وخاصة هدول جماعة أوروبا، هدول جماعة أوروبا حصرا، يعني جزء منهم مو كلهم طبعا. بدهم بس شغلة على الدولة عشان يقولوا شفتوا ليه. وهن معارضين على فكرة، معارضين، مو انهم من جماعة الفلول، هن ضد النظام، هن طلعوا لاجئين على اوروبا، يعني ما طلعوا سياحة على اوروبا. شفتوا مات شاب الاموي، شفتوا الله يرحمه الشاب، الزلمة طلع عنده مريض. تمام. وشفنا الفيديوهات الجامع كيف الناس عم تهديه وتهديه وتهديه، وهو الله يكون بعونه الزلمة والله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. بس انتوا هدول الجماعة اللي باوروبا ليش عم تعملوا هيك؟ يعني انت عينك باوروبا وعينك على سوريا، وما بدك تدشر اليورو اللي هنيك، بس بدك تنزل على سوريا. بس ما بدي انزل على سوريا، سوريا ما فيها امان مشان تضل اخذ اللجوء. يا عيني يا عيني، سوريا هي بلدنا. انت اللي بتعمل هي الفيديوهات بالناقص منك، ان شاء الله عمرك ما ترجع على سوريا. فهمت علي شلون؟ ان شاء الله عمرك ما تدوس على سوريا. بس لا تقعد سنجع عرض، والله يا فلان ليش ما رجعت على سوريا؟ والله ما في امان. والله شفت شو صار بهديك. انت بتحقق من الشيء اللي صار. تحقق. ترى سوريا فيها 22 مليون بني ادم، فيها تجار كبار، وفيها دكاتره، وفيها مهندسين، وفيها معلميه، وفيها اصحابين محلات، وفيها اصحابين تجاره. هدول شلون عايشين؟ شلون ما في امان؟ انا امبارح فات قذيفه ار بي جي براسي، طلعت من هون. ما في امان بسوريا. اول امبارح 3 رصاصات، رصاصتين اجوا بكتفي ورصاصه جت بانفي. ما في امان بسوريا، اوعى ترجع. انت هي الفئه انت الموجوده باوروبا. انا بقول لك شغله، حط سرمايه بحلقك وخليك لاجئ باوروبا، لا ترجع على سوريا. نحن السوريين اساسا ما بدنا هيك اشكال عنا. بدنا بس الناس الشرفاء اللي بيحبوا بلدهم وما بيحطوا فيديوهات على بلدهم وبيستنوا دولتهم على غلطه وعلى نكشه. يا حط سرمايه بتمك وسكوت وخليك لاجئ قاعد هنيك، يا اما كون محترم ومداح بلدك. هي بلدك بالنهايه بتجي عليها زياره، بترجع على بلد اللي انت مقيم فيها، اخذ فيها جنسيه. هذا حقك، ما حدا له عندك شيء. بس لا تتفلسف. صرت شايف اكثر من ظاهره من هي الناس، وكانوا على اساس انه شو، ما بنعرف من اساس المعارضين والمؤيدين، بس بدهم نكشه على الدوله. شفتوا عملوا ساو شبكون. انا بقول لك اياها من عندي، منهم من نص سوريا بقول لك اياها، حط سرمايه بتمك. وتحياتي لكل سوري شريف برا سوريا.